الرحمن الرحيم. اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده. النادي الاهلي يفوز على الاتحاد السكندري ب4 اهداف مقابل هدف في مباراه رائعه ايضا من لاعبين النادي الاهلي واداء اروع من مارسيل كولر. توجوها لاعبين النادي الاهلي ب4 اهداف كلهم احلى من بعض، وبالذات هنتكلم عن الهدف الثالث بشكل مفصل جدا. مباراه فيها لقطات مثيره للجدل كبيره جدا، منهم لقطه امام عاشور وخروجه من الملعب، ومنهم لقطه بكاء قفشه. هنتكلم عن اللقطتين دول كويس جدا في نهايه الحلقه، ولكن نتكلم في البدايه على المباراه بشكل عام. دخلنا المباراه اداء كويس جدا من لاعبين النادي الاهلي، بيبادروا لاعيبه النادي الاهلي من بدايه الشوط الاول، وده اللي عاجبني في الفتره الاخيره في الدوري مع مارسيل كولر، ان احنا من بدايه الشوط الاول لا بنبتدي ان احنا نهاجم ونهدف على طول. ده بيسهل على النادي الاهلي كتير في المباراه، خصوصا في الدوري، واحنا عارفين ان في الدوري فرق الدوري لما بنلعب قصادها لو خرجنا من الشوط الاول متعادلين احنا عارفين ايه اللي بيحصل الشوط الثاني، فده بقى بيريحنا كتير جدا. رحنا وسددنا على مرمى المهدي سليمان اللي كان متالق جدا في بدايه المباراه، بالذات في اول ربع ساعه، وكان قادر ان هو يحافظ على نظافه شباكه. تصدى لتصديين رائعين من لاعيبه النادي الاهلي، ولكن يجي عمر كمال عشان يفض الاشتباك، وبعد تمريره رائعه من امام عاشور اللي متالق الفتره الاخيره وما تستنوش هنتكلم عليه لسه في النهايه على فكره خروجه من ارضيه الملعب والموضوع اللي ما بينه وما بين كهربا، لان دي نقطه مهمه جدا. بيديها لعمر كمال اللي بيدخل وبيتوغل، وهو مان اوف ذا ماتش النهارده ويستحقها وعن جداره. قدم اداء ولا اروع النهارده عمر كمال، بيدخل وبينجح في الحصول على ركله جزاء عشان يدخل وسام ابو علي ابن فلسطين طبعا وغزه حبايبنا، بيدخل ويسدد ضربه الجزاء بشكل ولا اروع، حطها بطريقه كويسه جدا. وركزوا في الاهداف كلها، الجون ده او ضربه الجزاء دي في الزاويه اليمين فوق، بنيجي بعدها نلاقي رضا سليم بعد ما اهدر فرصه كانت غريبه جدا، يجي بعدها وسام ابو علي عشان يبقى عامل جون واسيست، وبيدي الكوره اسيست لرضا سليم اللي بيحط الكوره بشكل ولا اروع في مرمى المهدي سليمان، والكوره برده في الزاويه اليمين فوق. ركزوا في الاجوان كويس جدا، لان الاربع اجوان هنكتشف ان هم في اليمين فوق، وده اللي بيبين مارسيل كولر قد ايه مركز في المباراه. جون ولا اروع من رضا سليم اللي بقاله فتره احنا كنا مستنيين لما يرجع من الاصابه يعمل شغل اكتر من كده، بيجي النهارده لا بيرجع لمستواه، بيهدف، واداء كويس جدا لرضا سليم النهارده. اللي اداؤه كان متذبذب شويه قبل الهدف، لكن بعد الهدف لا ركز بشكل كبير جدا رضا سليم. ولكن بيجي بعدها عشان لقطه المباراه الرئيسيه طبعا اللي كل جمهور النادي الاهلي بيتناولها على السوشيال ميديا، وهو هدف عمر كمال اللي بيتوج مجهوده الفتره الاخيره مع النادي الاهلي بهدف ولا اروع. هدف من اهداف عمر كمال اللي احنا متعودين عليها من هو في فيوتشر وكنا مستنيينها ان هو يعملها مع النادي الاهلي. بيجي وبيحط كوره رائعه في الزاويه اليمين فوق برده بالنسبه للمهدي سليمان، طبعا كوره صاروخ بقالنا كتير مش بنشوفها مع النادي الاهلي. والفتره الاخيره نركز ان لعيبه النادي الاهلي بداوا يسددوا كتير من بره منطقه الجزاء، حتى الماتش اللي فات امام عاشور لا شايفين ان لعيبه النادي الاهلي بداوا فكره الجرأه على المرمى من بره منطقه الجزاء، وده احنا كنا بنفتقده بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت. عشان ينهي النادي الاهلي الشوط الاول ب3 اهداف واداء ولا اروع، وندخل على الشوط الثاني وتبتدي اللقطات المثيره للجدل. طبعا بعيدا عن الهدف اللي دخل في النادي الاهلي اللي احنا بمجرد ما دخلنا الشوط الاول لا الاداء تراجع، بدا اداء الفرقه يقل، وده برده اللي احنا بنلاحظه دايما مع لاعبين النادي الاهلي. لو لعبنا الشوط الاول كويس بتدخل الشوط الثاني انت لا انت مكسل جدا، انت ولا في دماغك لازم يدخل فيك جون علشان ترجع لوعيك من جديد. طبعا باخطاء دفاعيه طبعا في الجبهه الشمال بالنسبه للنادي الاهلي، عدم تغطيه كمان من حسين الشحات بالتحديد اللي ما كانش في مستواه بشكل كبير النهارده. بيجوا وبيقدروا الاتحاد السكندري ان هم يسجلوا هدف في النادي الاهلي، هدف كويس جدا وهدف جميل جدا. وطبعا لا يسال عنه اوفا مصطفى شوبير النهارده اللي تصدى لتصدي رائع. طبعا اللاعب لما لعبها بدماغه وهو نزل على ارض الترايف طبعا تحفه من مصطفى شوبير كعادته الفتره الاخيره، ربنا يحميه طبعا، ربنا يحميه بالذات عشان نهائي افريقيا يعني مش هينفع دلوقتي نهائي اي اصابات. ولكن نيجي للقطه امام عاشور. انا الفتره الاخيره من ساعه ما امام رجع وبالتحديد في اخر 3 ماتشات لو تاخدوا بالكم، امام في الملعب كهربا مش في الملعب. كولر عايز ينزل كهربا بيقوم مطلع امام. في ناس كتير كانت بتتكلم على فكره ان امام مش بيباصي لوسام ابو علي عشان هو واخد مكان كهربا والكلام ده كله. انا مش مع الكلام ده نهائي، وفكره انت تدخل في نيه حد دي حاجه مش طبيعيه ابدا. احنا بنشوف امام بيحتفل ازاي مع وسام ابو علي وبيحبه ازاي وبيحب كل اللاعبين، ولكن هي الفكره مش كده. يعني انا لما بقول لك حته كهربا وامام ده مش عشان كده، لكن كولر انا بشوف عنده افكار معينه شويه. انت لو تلاحظ امام وكهربا لما بيبقوا في الملعب بيباصوا لبعض كتير وعاملين ديو مع بعض حلو جدا، وبيقدروا ان هم يثمروا عن اهداف وبيثمروا عن حاجات كويسه جدا في الملعب. وطبعا ده نابع شويه عن فكره ان هم لعبوا كتير في الزمالك، لان الزمالك بيعتمد على الثنائيات بشكل كبير اكتر من الاهلي بكتير. يعني الزمالك دايما هتلاقي لاعب زي زيزو فردي لما كان مثلا مصطفى محمد موجود وبن شرقي ده بيعرض وده بيجيب الاجوان، هما بيعتمدوا على الثنائيات اكتر من فكره الفرقه ككل، وده مش نظام النادي الاهلي. فانا بشوف كولر متعمد بصراحه الحته دي، ودي حته حلوه جدا، هو بيوصل للاثنين لعيبه
معلومه مهمه جدا، اللي هو انت لوحدك انت هتكسب وتقدر تجيب اجوان وتلعب كويس، وانت لوحدك هتنزل يا كهربا وتقدر تجيب اجوان وعادي هتلعب كويس. اللي انتوا الموضوع مش متوقف ان انتوا تبقوا انتوا الاثنين مع بعض، لا انتوا معاكم برده فرقه. وانا برده تاني انا مش بشكك في فكره امام او كهربا ان هم بيلعبوا لبعض وانانيين مع باقي الفرقه، لا نهائي. كمان كهربا من اللعيبه المتعاونين جدا مع كل اللاعبين في الفرقه، وامام وبنشوفهم بيحتفلوا مع اللعيبه ازاي. فالموضوع مش قصه كده خالص، هي قصه ان هم منسجمين مع بعض شويه في الملعب. فكولر انا شايفه ان هو حابب ان هو لا يفهمهم انت برده كل واحد يقدر يلعب مع باقي زمايله بشكل كويس زي ما بيلعب مع التاني اللي هو طبعا كهربا او امام عاشور. وطبعا بالنسبه لفكره قفشه واللقطه بتاعت قفشه، طبعا هو بيعيط. طبعا كلنا بنحب قفشه، وقفشه من اللاعبين على فكره المحترمين جدا. قفشه من اللعيبه المحترمه اللي احنا بنقدرها، اللي هو بعيدا عن ادائه الفني طبعا والقضيه واللي احنا لينا لحظات سعيده معاه والكلام ده كله، ان هو ليه لحظات مؤثره كتير، ولكن قفشه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاخلاقي لعيب مميز جدا. فطبعا شفنا النهارده هو بيعيط. ولكن اي لاعب بيعمل اي خطا من اي نوع بالذات مع المدير الفني احنا عارفين ان لازم يبقى في نتيجه لده. انت اتكلمت مع كولر وان انت ما بتلعبش الفتره الاخيره ليه والكلام ده كله، ونفسي اللعيب المصري يفهم حاجه بقى في الحته دي. انت مستحيل لما تقول للمدير الفني تساله انا ليه ما بلعبش هيلعبك، ده بالعكس، ده انت لو قلت للمدير الفني كده بالعكس هو ممكن يعند وما يلعبكش لسبب اللي هو مش هيوري باقي اللعيبه ان انا ما كنتش بلعبه. لو ما هو جه كلمني ان انا ليه ما بلعبش قمت ملعبه، هو مش هيوصل رساله زي دي للاعبين، وده شيء منطقي جدا. فنفسي اللعيب المصري يبقى ذكي في النقطه دي شويه. كولر ممكن الفتره الاخيره يتعمد اكتر كمان ان هو ما ينزلش قفشه عشان ما يبينلوش انت مش عشان جيت كلمتني فانا بقيت انا انزلك العبك، ولكن طبعا كل الدعم لقفشه، ونتمنى ان اللاعبين يسيطروا على اعصابهم شويه. كل واحد هيجي دوره. في امثله للعيبه كتير جدا ما بيعملوش اي مشكله لما بيقعدوا دكه ولما بينزلوا بيكسروا الدنيا. واكبر مثال على ده في السكواد الحالي النادي الاهلي هو ياسر ابراهيم، بالنسبه لي رقم واحد في النقطه دي. لما كان مع فايلر قال له انا ايه اللي ناقصني عشان العب، واشتغل على اللي هو ناقصه، وقدر ياسر ابراهيم ان هو يبقى اساسي من النادي الاهلي ومن لاعبين ومن رجال النادي الاهلي في كل البطولات المهمه بالنسبه للنادي الاهلي. فدي النقطه اللي انا كنت حابه اتكلم فيها على قفشه. طبعا بمجرد ما النادي الاهلي استقبل الهدف بدا ان هو يستعيد قواه من جديد ويبتدي ان هو يلعب من جديد في الملعب، بالذات بعد نزول كريم فؤاد اللي حرك الملعب والهجوم بشكل كبير جدا. اضاف للنادي الاهلي كتير كريم فؤاد، وبمجرد نزوله قدر ان هو يحصل على ركله جزاء. طبعا دخل كهربا، طبعا هو نزل هو كهربا في دقيقه، ده جاب ضربه جزاء. وسبحان الله يا جماعه الناس بتقعد تتكلم كهربا انت بيجيلك كور سهله، انت بتجيب اجوان سهله، اللعيبه بيدوك الكور على طبق من ذهب. هو حظ وتوفيق، مش بحب الحظ بس فكره التوفيق، او ربنا موفقه بشكل كبير جدا. بمجرد ما نزل قدر كهربا ان هو يحط برده ضربه جزاء رائعه في نفس الزاويه بالنسبه لمهدي سليمان على اليمين فوق. بصراحه يا جماعه انا شايفه ان هي حاجه اكيد مقصوده، اكيد مش الاربع تجوال لان هم حاطينها في نفس الزاويه بالظبط، لان مهدي سليمان رغم ان هو حارس ممتاز جدا ومن الحراس المميزين ولكن هو باين ان هو عنده ضعف في الزاويه دي. فقدر لاعبين النادي الاهلي هم يسجلوا فيه 4 اهداف النهارده عشان يكمل لاعبين النادي الاهلي مباراه. طبعا في محاولات وتسديدات على المرمى ولكن خلاص بلا جدوى، هم النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي قفلوها 4 تجوان زي ما احنا متعودين، مش هنشوف اجوان ثانيه كتير، لكن مباراه كويسه جدا من لاعبين النادي الاهلي ومن مارسيل كولر. بنستكمل مشوارنا في الدوري ب3 نقاط مهمين جدا في مشوار الدوري بالنسبه للنادي الاهلي، طبعا حامل اللقب وبنصل للمركز السابع. قدامنا دلوقتي 5 مؤجلات ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يحصد فيهم جميع النقاط ويفوز بالبطوله من جديد كعادته النادي الاهلي. ودي كانت حلقتنا النهارده. وطبعا قبل ما اختم الحلقه ما تنسوش الدعاء لاخواتنا في فلسطين وفي غزه، ربنا ينصرهم على جميع اعدائهم ان شاء الله. كانت معكم طاقم نجار، مع السلامه.